ضع صودا الخبز على نصف ليمونة وشاهد ما سيحدث. قبل بداية الفيديو قم بدعم القناة بالاشتراك وبالضغط على زر الإعجاب. السلام عليكم أيها الأصدقاء. كثير منا يعرف أن صودا الخبز والليمون يمكنهما فعل شيء مذهل حقا. هذا المزيج الذي سوف أعرضه لكم الآن قد أحدث جدلا كثيرا بين الناس، والسبب هو استهلاك صودا الخبز مع الليمون، والذي يمكن أن يحميك من مرض السرطان. في الحقيقة هناك الكثير من الأعشاب والأدوية التي تعرف بأنها تعالج وتحمي من مرض السرطان، لكن أغلب هذه الأدوية لا تجدي نفعا. عصير الليمون والقليل من صودا الخبز سوف تلاحظ أنها مفيدة جدا لجسدك ولحمايتك من السرطان. دعونا نتعرف على أهم هذه الميزات لهذا الخليط. أولا، الليمون والصودا تحمي الكلى الخاصة بك. ثانيا، الليمون والصودا تساعدك جيدا على تسهيل عملية الهضم، فعندما تخلط صودا الخبز مع الليمون وتقوم بتناولها سوف تلاحظ أن عمل الجهاز الهضمي قد أصبح أفضل بكثير. ثالثا، صودا الخبز والليمون يساهم ويساعد كثيرا في التخلص من انتفاخ البطن. رابعا، صودا الخبز والليمون ينظم مستوى الكوليسترول ويقوم بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية. طريقة التنفيذ هي طريقة سهلة جدا. خذ كوبا من الماء المعدنية الباردة أو الساخنة، قم بإضافة ملعقة صغيرة من صودا الخبز وعصير بمقدار نصف ليمونة وقم بشربه. الأفضل أن تأخذه بالليل، وحاول الابتعاد عن الطعام، وذلك بعد شرب العصير حتى الصباح. استمر على هذا النظام لمدة أسبوعين، ويجب عليك أن تأخذ بالحسبان. إذا كنت تعاني من التهاب المعدة فابتعد عن هذا المشروب، لأنه سوف يسبب لك المشاكل.